السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى فيديو جديد وتجهيزاتنا الشهرية اللي هتوفر لنا نص الميزانية. ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض حاجات كتير هتوفر لنا مبلغ كبير من مصروف البيت. طبعا كل دي تجهيزات حلوة ان شاء الله بإذن الله بتملى البيت خير وبتخليكي دايما قاعدة، يعني معاكي فلوس ما معاكيش فلوس انت الحمد لله بيتك مستور. هنعمل الصابون السائل في البيت وهنعمل شوية مخللات وهنعمل كمان شوية تجهيزات شهرية نملى بيهم التلاجة، سواء كان معانا فلوس او ما معناش، لا احنا الدنيا معانا زي الفل. تعالوا كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وبالله عليكم ما تنسوا تحطوا اللايك، ولو لسه مشتركتيش في القناه بسرعه يلا اشتركي عشان الفتره اللي جايه فيها فيديوهات حلوه جدا وقويه وان شاء الله هتعجبكم. تعالوا كده نبدا مع بعض كده الفيديو بتاعنا، وما تنسينيش باللايك ويلا نبدا. طبعا جالي اسئله كتير على الصابون السائل، النهارده هنعمله مع بعض بالتفصيل، هتشوفوا كل حاجه بالتفصيل. انا اول مره كنت اعمله عملته معاكم في الفيديو ده. طيب نيجي بقى لشويه التجهيزات الشهريه اللي المفروض نعملها كل اول شهر عشان نوفر في الفلوس. طيب ايه هي الحاجات دي؟ اولها المخللات. طبعا احنا من الناس اللي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله يلا كل يوم ب10 جنيه مخلل عشان نحطه جنب الاكل كده عشان نعرف نفتح نفسنا، صح؟ لا احنا بقى النهارده عايزه اقولك ب50 جنيه انا عملت مخلل يقعد معايا الشهر كله. جبت كيلو ليمون وجبت كمان نص كيلو فلفل وكيلو جزر ورحت عاملاهم على بعض كده، وهتشوفوا هعمل الكلام ده كله ازاي. اول حاجه سلقت كده الليمون نص سلقه عشان ايه؟ يعني انزل المراره بتاعته في الميه وفي نفس الوقت يعني احس ان هو ايه، يعني يستوي معايا بسرعه ما يقعدش معايا فتره طويله. وكمان كنت جايبه نص كيلو من او كيلو الا ربع، يعني كان كيلو الا ربع من الفلفل الاحمر ده. وبصراحه حبيت ان انا اعمله هريسه ما اخليلوش، فزي ما انتم شايفين كده رحت عاملاه بقى ايه هريسه. انا بالنسبه لي البرطمانين دول انا عملتهم في الخلاط لان انا ما عنديش كبه، فطالع ما شاء الله زي ما انتم شايفينه كده هريسه حلوه جدا ومطحونه كويس وزي الفل. فحطيتها كده بقى في البرطمانات، حطيتهم في اتنين، واحد برطمان يعني وعلبه، وهجهزهم بقى واسيبهم في الفريزر يقعدوا معايا بقى شهر، يقعدوا معايا اكتر على حسب يعني. خلاص طبعا الهريسه بستخدمها في المخللات وبرده بحط منها ساعات كده على الخضار بتبقى طعمها حلو جدا. طيب تعالوا كده بقى نتكلم على شوية التجهيزات الشهرية اللي المفروض نعملها كل شهر عشان نقدر نوفر. زي ما قلت لكم من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تحضريها كل شهر وهي المخللات، لأن طبعا بتاخد تقريبا جزء كبير من مصروف البيت وانتي مش واخدة بالك. فجهزي كده شوية من المخللات اللي انت بتحبيها واعمليها كده كل اول شهر. اتعبي يوم واحد بس وفي الاخر هترتاحي هتقدري. الحاجة اول حاجة هتكون موجودة عندك وموفرة لك، يعني الحمد لله. بيتك مليان وفي نفس الوقت لا انا ما بصرفش فلوس وخلاص، لا انا الحمد لله دنيتي مظبوطة. خلاص. طيب نيجي للحاجة اللي بعد كده وهو جزء الفطار والمنظفات. دول اهم 3 بنود في الميزانية تقريبا انا بصرف منهم فلوس كتير قوي. طبعا الفطار ده لاننا كل يوم بنصرف فلوس، بننزل الولاد زي كده بالظبط المخلل. بننزل الولاد يجيبوا لنا فول وطعمية وحاجات دي عشان نفطر كل يوم. طيب تعالوا كده نوفر كل ده في البيت عشان نقدر نوفر في الميزانية. الحاجات دي لو موجودة انت اكيد 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 عمرك ما تشتري حاجة من بره، وفي نفس الوقت بتنقذك، بتوفر لك وقت وبتوفر لك مجهود وبتحسي ان انت بيتك مليان. تعالوا كده بقى نعمل مع بعض المخلل بس وبعدين نشوف موضوع الفطار. انا حطيت ايه؟ كنت مقطعه جزر زي ما انتم شايفينه كده، حطيته ده كيلو جزر وقطعته يعني عادي. بصوا حبيت برضه اوريكم للناس اللي بتحب تستفسر. قطعت كده الجزر 4 تربع عادي يعني زي ما انتم شايفين كده، وبقسمها من النص بالطول عشان تبقى ايه مش طويله قوي. خلاص. وهروح حط عليها دلوقتي الليمون والفلفل وكله على بعضه كده. وفي الاخر كده رحت شويه شايفين البتاع اللي هو الشفشق بتاع الخلاط ده. شفشق الخلاط ده فيه شويه هريسه كده متبقيين انا سبتهم، قلت عشان اعرف اعمل بيهم ايه يدي يعني صوص كده او تتبيله للمخلل لونها احمر كده وحلو وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو قوي للمخلل. تمام. فانت بقى طبعا انت وشطارتك اعملي بقى انواع المخللات اللي انت تحبيها. انا عملته بالطريقه دي ودي طريقه سريعه يعني مش هتاخد معايا. انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا اكلت من الجزر بعد يومين اتنين بالظبط، اكلت من الجزر عادي لكن الفلفل والليمون لسه. وطبعا انا زي ما قلت لكم الليمون انا مدياله نص سلقه، يعني مش حاطاه كده زي ما هو، لا اديته نص سلقه بحيث برضو ان هو ايه ما يطولش معايا يعني 10 ايام واقدر اكل منه عادي. خلاص. طيب نيجي بقى للبند المهم تاني بتاع الفطار. يا جماعة على قد ما تقدروا لو عايزة توفري في الميزانية لازم في كده حاجات أساسية لازم أعملها عشان أقدر أوفر. ما أنا ما يكونش بيتي فاضي وما يكونش عندي أي حاجة وأبقى عايزة أوفر، أكيد ده مش هعرف أعمله. أنا مش هضرب الأرض تطلع لي فلوس، أكيد لأ.
فطبعا عشان اقدر اوفر لازم اكون موفره حاجات موجوده عندي في التلاجة. الحاجات دي بتوفر لي زي مثلا ان انا اعمل فول واجهزه واحطه في الفريزر. برضو نفس الكلام، اجيب فول مدشوش واعمله طعميه واروح حاطاه برضو اعملها طعميه كده عادي. ما عندكيش كبه اعملها في الخلاط زي ما انا بعملها، ما فيش اي مشكله. ولو حابين الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم. وبرضو بتجهزيها وبتحطيها في الفريزر. صلصي طماطم، انزلي السوق اخر النهار وهاتيلك شويه طماطم كده تكون مش غاليه، في ب5 جنيه. تمام، وصلصيها وحطيها في الفريزر. كل الحاجات دي طول ما هي موجودة عندك انت الدنيا عندك تمام. مش هتصرفي كل شوية. معاكي فلوس ما معاكيش فلوس هتمشي نفسك. عارفة لو يوم كامل هتمشي فول وطعمية الحمد لله فضل ونعمة. ناس كتير جدا يا جماعة بيعملوا كده والحمد لله ظروفهم بتمشي. وفي الآخر احنا مش عايشين عشان ناكل ونشرب، لا احنا عايشين عشان حاجات كتير. عشان ناكل ونشرب ونلبس ونتفسح ونشوف ولادنا محتاجين ايه ونشوف بيوتنا محتاجة ايه. ونحاول برضو ان احنا نوفر احتياجاتنا الشخصية. لو نفسي مثلا في حتة دهب ولا حاجة، ما انا مش هفضل عايشة طول عمري نفسي في الحاجة ومش عارفة اجيبها. طيب هعمل ده ازاي؟ هوفر بقى من مصروف البيت على قد ما اقدر كده، لازم اوفر وامشي دنيتي عشان ايه؟ اشتري اللي نفسي فيه. ما هو انا ما باخدش مصروف على المصروف، هو مصروف واحد. انا ست شاطرة هعرف اوفر منه. انا ست مسرفة ومبذرة مش هعرف اعمل اي حاجة وهعيش اكل واشرب وبس. ولو انت من الناس اللي بتعيش تاكل وتشرب وبس والله عمرك ما هتعرفي تعملي حاجة. فعلى قد ما تقدري كده خلي عندك طموح. وما تبصيش لان المبلغ اللي في ايدك ده مبلغ مش كبير وتبقي معتمدة على كده. انت لو عندك يقين بكده انت مش تعملي اي حاجة، هتفضلي واقفة زي ما انت. ما هو انت حاسة دايما ان انا اللي معايا ده قليل، ما بيمشينيش، ما بيمشيليش البيت. هيمشيك ازاي؟ لا. فانت خلي عندك إرادة كده. وتعبي كده شوية أيام أول الشهر، يعني انزلي آخر النهار كده أول الشهر أول ما تاخدي المصروف. اشتري كده شوية حاجات تكون ايه، يعني على قدها كده. الحاجات دي أنا هعملها مش هحطها في التلاجة، مش هسيبها سليمة. يعني اشتري الطماطم العصير واصلصها اللي هي الطرية شوية دي واصلصها واحطها في الفريزر. اشتري الليمون اللي هو الدبلان شوية. تمام، انا بقول لكم الحاجات دي ممكن اكون انا ما بعملهاش ولكن دي تجارب ناس حرفيا عملت بيوت. يعني والله العظيم كان عندي حد قلت لكم عليها قبل كده في فيديو من الفيديوهات. هي قريبتي، كنت بنزل معاها السوق كده، كنت صغيره ساعتها كنت بستغربها. الاقيها بتشتري الليمون اللي هو ايه الدبلان شويه، جزر الدبلان شويه، كل حاجه تشتريها كده دبلانه شويه، تنزل اخر النهار وتنقي الحاجات زي ما بنقول عليها كده النقاضه، عارفين انتوا. والله العظيم، وتروح تروح تعمل كده ريفرش للحاجات دي كلها، تلاقيها بسم الله ما شاء الله الحاجات دي رجعت كأنها لسه جديدة. غسلتها ونقعتها في شوية مية بترجع للحاجة حيويتها تاني. وتلاقوا الحاجة رجعت كأنها لسه جاية من الغيط، فاهمين؟ وبعدين تروح بقى ايه، بتشغل الحاجات دي كلها، هتعمل مخللات، هتعمل تملى البيت، تعمل شوية جبنة، تعمل شوية جبنة قديمة معرفش ايه، وبتمشي الدنيا. الست دي بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، عندها ولادها بسم الله ما شاء الله مهندسين، وفي بنتها تانية دكتورة، وجوزت ولادها كلهم وبسم الله ما شاء الله عملت لهم بيوت. يعني ست شاطرة. معنى كده ان هي بتنزل تلم بواقي السوق؟ لا، هي مش في الاخر اتقال عليها ايه؟ اتقال عليها دي بسم الله ما شاء الله ربت كبرت علمت. ما بتقالش عليها انها تنزل تشتري الحاجة الرخيصة. صح، عشان في ناس بس ايه بتفتكر كده يبقى شكلي ياي ومش عارف ايه. لا يا جماعة، اللي عايز يوفر بيركن شكله على الرف ده خالص وينزل ويظبط البيت. خلاص. طيب ده بالنسبة بقى ايه لشوية التوفير اللي احنا بنتكلم عنه. اما بالنسبة للصابون السائل كل التفاصيل اللي انتوا حبيتوا سألتوني عنها اهو انا قدامكم عملتها. اول حاجة انا جبت الكيس ومشيت على التعليمات المكتوبة عليه. طيب في اختي حبيبتي كتبت لي في التعليقات ان ما تعملوش على 8 لتر، اعمليه على 6 لتر. بصراحة انا سمعت كلامها وطلعت كلامها صح. هو انا عملته على 6 لتر وطلع مظبوط بالظبط. طبعا انا سبته عملته خلطته بنفس الطريقة المكتوب عليه. وبعدين سبته 3 ساعات ولا مش عارفة 4 ساعات، سبته 4 ساعات على الرخامة كده. وبعدين ايه، رحت مقلباه تقليبه تانية لقيته تقل بقى خلاص بقى بسم الله ما شاء الله الصابون السائل اللي احنا بنشتريه من المنظفات من بره. ورحت فضيته كده بقى في الازايز وفي الاكياس، هو عمل لي بالظبط كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما اعرفش انا حتى 6 لتر عمل لي 8 لتر، ما تسالونيش ازاي والله العظيم. زي ما بقول لك اهو زي ما انتم شايفين كده، عمل لي الازايز دي وعمل لي كمان 3 اكياس، كل كيس تقريبا كيلو. خلاص الازازه دي 2.5 لتر ودي 3 كيلو، يبقوا كام؟ 5.5. والقول هنقول الاتنين التلاتة التانيين دول كيلو ونص، يبقوا 6 7 7.5 7.5 8 لتر.
خلاص. فبرضو دي برضو من الحاجات الحلوة اللي هتسهلك وتخليكي برضو ايه الكيس كله على الاول عن اخر ب35 جنيه. ومليتي بيتك طول الشهر، هتفضلي كل يوم كل شوية تغسلي مواعين عادي، مفيش اي مشكلة ب35 جنيه طول الشهر. بس للأمانة عشان أكون صادقة معاكم، هو حتة تنظيف بينظف، لكن حتة رغوة أنا ما حسيتوش بيرغي، أو أنا يمكن عشان متعودة على وفير، ما اعرفش بصراحة. أنا ما حبيتش رغوته، لكن هو كتنظيف لا بينظف عادي مفيش مشكلة. خلاص. دي بس ايه للأمانة كده. هتكرري الحكاية دي تاني يا ام محمد؟ هكررها بس مش هيبقى هو الأساسي. يعني أنا هجيب كل شهر كيس ب35 جنيه، وهجيب ازازه وفير برضه، ازازه الوفير اغسل بيها المواعين. طيب وده هتعملي بيه ايه؟ ده بقى اغسل بيه سجاد، اغسل بيه شويه مفروشات، شويه ورد زرع بتاع حمام مطبخ الكلام ده كله. خلاص. لكن غسيل مواعين واعتماد كلي لا. تمام. بس كده. يعني بصراحه انا بحب ابقى صريحه، ما بحبش اضلكم. طيب في واحده صاحبتي حبيبتي كده بتكتب لي دايما تعليقات، حبيت كده ان انا اقول لها عشان هي تقولي اسمي في التعليقات. هي الايميل باسم ساره. فانا هو قلت اسمك يا ساره، وبتمنى بقى ان انت ايه تكوني سمعتي اسمك، لان بجد هي بتدعمني في كل الفيديوهات وفي كل بص في كل حاجه لازم تكتب لي تعليق. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. وهنا انا كنت خلصت الفول وكيسته وعملت النص كيلو، عمل لي 6 اكياس تقريبا. اشوفكم بقى الفيديو الجاي، ولا تنسوني باللايك والاشتراك في القناه، واستنوا مني فيديوهات قويه جدا جدا ان شاء الله باذن الله تعجبكم. عايزه تعليقات كتير، وما ننساش نصلي على الرسول. اشوفكم بقى الفيديو الجاي، والسلام عليكم، ولا تنسي الاشتراك في القناه.